في قاعدة واحدة بسيطة يتبعها الآباء في اليابان تساعدهم يربون أطفال هادئين محترمين ومطيعين. قاعدة تسمى شيتسوكي، ومعناها الحرفي الانضباط، لكنها مختلفة تماماً عن مفهوم الانضباط المتداول عندنا. شوف، من السهل جداً أنه إحنا نقع في نمط متكرر في التربية ونقعد عليه كل حياتنا. الطريقة الكلاسيكية أنه ننتظر لين ما أطفالنا يسيئون التصرف ثم نعاقبهم أو نوبخهم. لكن هذا الشيء مثل ما لاحظت ما قاعد يجيب أي نتيجة، بل بالعكس قاعد يخلي الأمور أسوأ، لأنه أطفالك أبداً مو قاعدين يسمعون لك ولا يتعلمون أي شيء. لكن شيتسوكي راح تغير نظرتك كلياً عن التربية. الفكرة الأساسية هي أن الأطفال يكتسبون السلوك الحسن واللباقة من خلال التعليم والممارسة، مو من خلال العقاب والصراخ. اليوم بعرفك على 3 مبادئ بسيطة لتطبيق هذه الفلسفة في بيتك، سواء كان عندك طفل عمره 18 شهر أو حتى طفل في 10 من العمر. فهذه المبادئ بتشتغل مع الجميع. بسم الله، يلا نبدأ. المبدأ الأول النمذجة، بمعنى أنك تكون أنت السلوك اللي تبي تشوفه. الآباء اليابانيين يفهمون أن الأطفال يتعلمون بالملاحظة، يشاهدون ثم يتعلمون ثم يقلدون. ولو فكرت فيها شوي بتلقى هذا الكلام صحيح 100%. قد لاحظت كيف طفلك يقلد كل شيء تسويه؟ طريقة كلامك، مشيتك، وحتى شغلك بالبيت. لذلك إذا تبي طفل هادئ كن هادئ، إذا تبي طفل محترم كن محترم، خاصة وأنت غضبان. وإذا تبيه ما يصرخ لما يغضب لا تصرخ أنت كمان. فمثلا إذا طفلك رسم على الجدار وشفته، غريزتك الأولى راح تكون الصراخ، لكن على طريقة شيتسوكي أنت تمثل السلوك اللي تبي تشوفه. فلذلك بدال ما تصرخ عليه بتقول له بهدوء إنه هذا شيء غلط وكيف أنت منزعج الحين، لكن بهدوء تام. راح تتعجب كيف طفلك بيسمع لك وكيف بتحل المشاكل بسهولة تامة. المبدأ الثاني، توقعات واضحة وقواعد ثابتة. الكثير من الآباء يشوفون الحدود كشيء سلبي يقيد حرية الطفل أو تكسر شخصيته، لكن في الحقيقة غياب القواعد هو اللي يخلي الأطفال ما يعرفوا حدودهم. لما يعرف الطفل إنه لازم يغسل إيديه قبل الأكل، يرتب الألعاب قبل النوم، وقت الآيباد ما يتجاوز ساعة باليوم، فهو يحس بالأمان، يعرف وش يسوي، والشيء ذا يقلل الجدل بشكل كبير. وراح أعطيكم مثال من حياتي. في بيتنا عندنا قاعدة: الأحذية تنخلع عند الباب. نحن الأم والأب نسوي كذا دايماً، والنتيجة أطفالنا ال3 يسوونها تلقائياً، بل إن بنتنا الصغيرة ذات العامين تذكر الزوار إنهم يخلعون أحذيتهم. هذه قوة القواعد الثابتة. لكن في نقطة مهمة، الاتساق ضروري. لو كنت أنت ملتزم بالقانون وزوجك أحياناً ما يلتزم، بيبدأ الأطفال يتساءلون إذا هم يقدرون يكسرون هذه القاعدة. احرصوا إن كل من في البيت يحترم القواعد عشان تبقى للقواعد هيبة واحترام. المبدأ الثالث، اسأل وش المهارة اللي طفلك يحتاج يتعلمها. لما يصرخ طفلك في المحل لأنه يبي الحلوة، هو مو يحاول يحرجك، هو بس ما تعلم مهارة التعامل مع الرفض. لما يرفض يشارك الألعاب، هو ما تعلم مهارة تبادل الأدوار. لما يقاطعك في الهاتف، هو ما تعلم مهارة الانتظار. لذا دايماً حاول تعلم ابنك المهارة المفقودة. مثلاً إذا طفلك خطف لعبة أخوه، بدال ما تصرخ عليه حاول تفهمه إنه الحين مو دوره وإنما دور أخوه، ودوره بيكون بعد شوي. ثم تساعده على الانتظار بإعطائه لعبة ثانية وبالبقاء جنبه واللعب معاه حتى يوصل دوره. مع التكرار الطفل يتعلم مهارة الصبر واحترام الدور، فتقل المشاجرات في العائلة بشكل كبير. الخلاصة أن لازم في كل موقف سيء تسأل نفسك: وش المهارة اللي طفلي يحتاج يتعلمها هنا؟ ثم قم بتعليمها فعلياً عشان يتذكرها، مو بس تقول سووا كذا أو لا تسووا كذا. مع الوقت بتلاقي أقل نوبات غضب، أقل صراخ، تعاون أكبر، وطفل يعرف كيف يتصرف بدون صراع على السلطة. هذه كانت المبادئ ال3 من فلسفة شيتسوكي اليابانية. كن القدوة،
حط قواعد واضحة وعلم المهارات بدل العقاب. الموضوع مو سهل، لكن مع الوقت والممارسة بتشوف الفرق الكبير في سلوك أطفالك وفي علاقتك معهم. إذا استفدت من الفيديو لا تنسى الاشتراك واللايك عشان يوصل لآباء وأمهات ثانيين محتاجين يسمعون هذا الكلام. أسأل الله يعينكم على تربية أطفالكم ويجعلهم من الصالحين. بنشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.